السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في ملح وحلو مع تيفا في وصفة جديدة اليوم. وقبل ما نبداو نقول لكم رمضان مبارك سعيد على الجميع. ان شاء الله غادي يكون عندي معكم وصفات عديدة سهلة وبسيطة كما العادة. اليوم غادي تكون الوصفة ديال القوالب، التورتات المالحة، ممكن تستعملوها الحلوة علاش لا. بقاو معايا باش غادي نشوفوا الوصفة. لهاد الوصفة غادي نحتاجو 250 غرام ديال الدقيق الابيض، بيضة كاملة، 125 غرام ديال الزبدة، و 2 غرامات نتاع الدقيق بما الملح عفوا، بما انه عندنا 250 غرام ديال الدقيق. اول حاجة غادي نبداو بها، غادي نخدمو الدقيق مع الزبدة والملح. ممكن تضيفوا ملعقه صغيره سكر، انا ما بغيتش نضيف السكر حيت بقيت كنحيدو بزاف ديال الوصفات اللي ممكن اننا نحيدو منهم السكر. صافي غادي نضيف 125 غرام ديال الزبده. الا لاحظتوا عندنا نصف كميه الدقيق زبده، اللي هذه كتسمى بات بريزي، لان غادي نضيفوا لها او العجينه المكسره اللي غادي نضيفوا لها البيض. اللي بغاها عجينه مرمله او بات سابلي يكتفي بهاد المرحله وما يضيفش البيض، يعني غير بهاد المرحله ديال جمع الزبده مع لافارين ويجمعها بشويه ديال الماء بارد، ولكن كنجمعوها غير بالصبع باش هكذا تكون عندنا العجينه اللي هي مكسره. لا عفوا، تكون عندنا العجينه المرمله. الا ما ضفناش البيض، الا ضفنا البيض غتسمى العجينه المكسره، وهي اللي كنستعملوها في غالبيه التورتات المالحين. اللي جاتو العجينه شويه ناشفه ممكن يضيف ملعقه او ملعقتين ديال الماء البارد. انا ما احتاجيتش انني نضيفها واكتفيت بها هكا حيت كانت العجينه اصلا طريه. كنجمعها غير بيد وحده بهذه الطريقه وما ندلكوش. صافي مجرد ما غادي تجمع معنا وتشوفوا ان العجينه طريه بحال هكا، صافي غادي نغطيوها وغادي نحطوها في الثلاجه ترتاح نصف ساعه. من بعد ما ارتاحت العجينه وخرجتها خليتها واحد 10 دقائق على سطح العمل كتولي لينه بهذه الطريقه. غادي نغطيوها بجوج ورقات ديال الطبخ او ورق الزبده، وغادي نحلو العجينه بهذه الطريقه هذه. هما ساهلين بزاف، يعني ما كيحتاجوش شي مكونات معقدين او لا مكونات ما كاينينش. في كل بيت كاين بيض، كاين دقيق، كاين ملح، نقدروا نجمعوها بطريقات سهله. انا هاد العجينه كنستعملها حتى بالنسبه للطورطات الحلوين، واخا ما فيهاش السكر ممكن تنسموها بالفاني باش تعاون مذاق الكريمه والباقي اللي غتحطوا عليها، ولكن كما راها كنستعملها حتى للحلوين وكتجي زوينه بزاف. هنا ناخذ القطعه تكون شويه كبيره على المول بطبيعه الحال. احسن على الجهه الاخرى اللي هي مسرحه احسن من هذه. فاش استعملتها من بعد مع الاصبع كان مجروح، صافي كتضغطوا عليها بهذه الطريقه هذه حتى كتثبت مزيان في المول، وما يحتاجش ندهنوهم لان هي فيها الزبده غادي تحيد بسهوله من بعد الطبخ او الطهي ديالها. نستمروا على الضغط باش ما تنفخش في الفرن. ممكن نحطوا عليها الخضر، مثلا الخضر اليابسه بحال اللوبيا البيضاء باش ما تنفخش ايضا. وكنستمر بهذه الطريقه.
نضغطو مزيان على الجوانب. الزوائد ممكن نخليوهم كما راهم لان مخدومه في الجناب بهذه الطريقه. ممكن اننا نحيدوهم بالسكين اولا باليد. هاد الاداه هي خاصه بالطورطات، كتضغطوا بها على الطورطه بالنسبه اللي ما يقدرش يستعمل بزاف الاصبع ديالو. ولكن انا كنظنها احسن للطورطات الصغار، يعني كتعاونكم بواحد الشكل عجيب. بالنسبه للطورطات الصغار اللي قد الحجم ديالها عندها جوج ديال الاحجام. انا شريتها في شي ان. بالنسبه اللي مهتم وباغي يجيب بحالها صافي بحال بهذه الطريقه كتحيدوا الزوائد غير باليد. سهله مهله. ونستمروا حتى كنكملوا العجين كامل اللي عندنا. انا هنا درت الكميه مضاعفه، يعني درت 500 غرام ديال الدقيق، ولكن عجنت كل 250 غرام بوحدها باش يكون عندي الوقت ان نخلي كل عجينه ترتاح على ما نبدا نخدم في العجينه الاولى. كتزول معنا بطريقه سهله لان العجينه طريه. انا هنا كنخدم ببطء، ولكن من ما كنكونش نصور كنمشي في الساعه. صافي كنستمر حتى ساليت القوالب كامل اللي عندي، وغادي ندير ثقب في الوسط باش ما تنفخش العجينه. كما قلت لكم الا خفتوها تنفخ في الوسط تحطوا ورق الزبده، تقطعوا كارويات صغار وتحطوا عليهم اللوبيا البيضاء باش تضمنوا 100% ان ما غاديش تنفخ. غادي ندخلها للفرن على 200 درجه اولا 180 على حسب الفران اللي عندكم. الا كان سخون بزاف غتوقفوا عند 180، وما غاديش نطيبوها بزاف، يعني غنخليوها غير يلا تنشف. صافي القوالب ديالنا من بعد ما طابو وبردوا شويه هما هادو كيجيو على هاد الشكل، يجيو مقرمشين. ما طيبوهمش بزاف لان الحشوه غادي تزيد تدخل الفران باش يتحمروا ويجيو مزيانين. غادي نحاول ندير معكم وصفات اخرين للحشوه لهاد القوالب اللي خدمناهم اليوم. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش الجيم والبارطاج.